حدوث الخسارة. لما بنيجي نصنف الأخطار أنا عندي 3 تصنيفات. هناك ما يسمى أخطار عامة أو أخطار خاصة. الأخطار العامة دي حضرتك بتحصل لكل الأفراد وبالتالي لا تخص شخص بعينه، أما الخطر الخاص هو اللي بيخص شخص بعينه. لما حضرتك بيحصل لك حريق لسيارتك أو مصنعك أو أي حاجة، ده خطر خاص يخصك أنت، وبالتالي بنقول عليها أخطار خاصة بتخص شخص بعينه. أما لو حصل ركود في اقتصادي في دولة معينة، وبالتالي بيبقى هنا الخطر عام لا يخص شخص بعينه. هناك تصنيف آخر وهي الأخطار المعنوية والاقتصادية. الأخطار المعنوية زي الحزن لموت صديق أو لأي سبب يسبب أزمة نفسية وليست مادية. أما الأخطار الاقتصادية بتكون الخسائر بتاعتها أو الأخطار مادية ملموسة زي الحريق أو أي أخطار في البورصة زي أسهم وسندات وغيره. أخطار الأشخاص والممتلكات والمسؤولية القانونية أو ما يطلق عليه المدنية. أخطار الأشخاص زي البطالة زي العجز، ودي حضرتك ضرر بيقع للأشخاص نتيجة وجودها. أما أخطار الممتلكات إن الممتلكات بتاعتي تتعرض لخسارة معينة. أما أخطار المسؤولية القانونية هي اللي بيترتب عليها إن بيتحملها أشخاص دون ارتكابهم سبب يؤدي لخطر. هناك مصادر ومحفزات للخطر. مصادر الخطر قد تكون مصادر طبيعية زي الأعاصير والزلازل والبراكين، وقد تكون بشرية زي الحروب والسرقات والإهمال. وهنا والله حسب مصادر خطر يمكن التأمين عليها زي السرقة، وفي مصادر أخرى يمكن التأمين ضدها ولكن بشروط زي الحروب. محفزات الخطر هي العوامل التي تزيد حدة الخسارة، حاجات بتؤدي إلى ارتفاع حدة الخسارة بنقول عليها محفزات الخطر، ودي بتكون حسب طبيعة المكان ونظام الإنفاق وعزل الأسلاك وعدم وجود نظام إطفاء جيد. بتواجه الخطر إزاي؟ عندي 6 طرق لمواجهة الخطر. الطريقة الأولى أن أنا أتفادى الخطر نفسه، يعني أمنع وقوع الخطر من الأساس وأفادي خسائر الممتلكات اللي موجودة. افتراض وقوع الخطر وتحمل نتيجته، وده حضرتك بينتج عنه حاجتين: ان ممكن الخسارة ما تكونش جسيمة يعني ما تكونش كبيرة، وممكن والله تكلفة اتباع هذه الطريقة تكلفك وتكون مرتفعة جدا، اللي هي افتراض وقوع الخطر وتحمل نتائجه. الادخار والتكوين الاحتياطي، ده بيطلق عليه اسلوب التأمين الذاتي. وكلمة التأمين الذاتي اللي أنا كده كده بركن مدخرات واحتياطات مالية للشركة لمواجهة أي أخطار وأي تعويضات في الخسائر المالية. التأمين التبادلي هي مجموعة أفراد بيتعرضوا لخطر معين وبالتالي بالكامل بيقوموا بالإنفاق علشان يحموا نفسهم من هذه الخسارة. زي بالظبط لو في كذا شركة بترول مثلا، فتروح عاملة بوينت لإطفاء الحريق علشان لو حصل أي حاجة في أي شركة هم كلهم يتم حمايتهم. تحويل الخطر أو ما يطلق عليه القرض البحري هي فكرة المخاطرة أو المغامرة والمقامرة من جانب المقترض. التأمين هو الشكل الأخير لتأمين الخطر، أو هو تحويل الخطر من المؤمن له اللي هو صاحب المصنع أو الشركة أو العربية. بيحول الخطر لمين؟ بيحول الخطر لشركة التأمين نفسها، وده طبعا أكتر أسلوب شائع اليوم. إيه هي الهيئات اللي بتعمل في مصر ولا حق مباشرة عملية التأمين؟ هتجد ان انا عندي حاجة اسمها المجلس الأعلى للتأمين، وده حضرتك هو الذي يشرف على عملية التأمين في مصر. وهناك ما يسمى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمنشآت التي تزاول التأمين بصفة عامة. مين هي الهيئات اللي ليها حق مباشرة عملية التأمين؟ شركات التأمين، وفي منها 3 أنواع: قد يكون شركة مملوكة للدولة قطاع عام، وقد يكون شركة مملوكة للقطاع الخاص، وهناك ما يسمى بشركات المناطق الحرة. جمعيات التأمين التعاوني هي الجمعيات التي تزاول عملية التأمين وعملية إعادة التأمين، ودي لازم ما يقلش رأس مالها عن 1,000,000 جنيه مصري. صناديق التأمين الخاصة، ودي حضرتك كانت تسمى صناديق الإعانات، وهي بتتألف من دون رأس مال، يعني مش شرط أبدا يكون في رأس مال، وهنا بتدفع للأعضاء بتوعها تعويضات إذا تزوج أحد الأعضاء أو بلغ سن معين أو الوفاة. أنا الصناديق الحكومية دي حضرتك بتتعمل لو أنت رحت شركة تأمين وما قبلتش الخطر نفسه إنها تأمن عليه، فأنت بتروح تعمل لها ما يسمى بصناديق حكومية للتأمين.
ده كده الفصل الأول. الباب التاني بيتكلم عن نشأة التأمين البحري وتطوراته، وهنا كان بنقول إن النشأة كانت عبارة عن عقد قرض على السفينة. يعني حضرتك بتدفع قرض أو بتدفع مبلغ مقابل إن حضرتك بتحصل على سفينة لمدة رحلة، وهنا حضرتك كنت بتضع المبالغ بتاعتك على أساس إن والله السفينة لو وصلت سالمة يبقى مفيش مشكلة، لو لا قدر الله ما وصلتش سالمة فهنا الفلوس بتاعتك بتروح عليك. أهمية التأمين البحري، ليه التأمين البحري مهم؟ فبنجد إنه بيلعب دور مهم جدا في التجارة الدولية والزيادة بتاعتها، وبيوفر الأمان من مخاطر البحار بصفة عامة، وبيضمنه البنوك في تمويل التجارة الدولية، ويعتبر أسهل وأرخص وسائل النقل، ويعتبر أحد أنواع الصادرات. هنبدأ في سؤال مهم جدا، وهو إيه هي الهيئات الشهيرة جدا في التأمين البحري؟ هنبدأ نتكلم عن أول حاجة وهي هيئة اللويدز، ودي الهيئة اللي اتعملت علشان مقهى شهير جدا بتاع إدوارد لويد سميناه اللويدز، وهو المكان اللي كان بيجمع كل أطراف عملية النقل البحري من زمان جدا، وبالتالي بالقرن الستاشر كان بيتجمع عليه أصحاب البضائع والسفن وأي حد يقوم بعملية التأمين البحري. اتحول المقهى في القرن الستاشر لمركز شهير لعمليات بيع السفن وكمان البضائع، وأصبحت هيئة اللويدز هي نظام فريد في العالم، لا إنه يؤمن على أي شيء ولكن لا يقتصر على التأمين البحري فقط. هيئة اللويدز جواها عدة نقابات وجماعات نقول عليها كل جماعة يمثلها قبول في تغطية تأمينية معينة. اللويدز ليس مسرح مقيدين فيه، وبالتالي لا تقبل أي عمليات تأمينية إلا من خلاله. يشترط في العضوية في اللويدز أن تكون لهم قدرات مالية عالية، وبتصدر هيئة اللويدز جريدة يومية فيها كل الأخبار عن أسعار السفن والتأمين والنقل. معهد مكتتبي اللويدز ده حضرتك المعهد اللي هدفه الحفاظ على مصالح شركات التأمين بصفة عامة، وهنا عندنا لجان كتيرة جدا موجودة فيه، من ضمنها تسعير أخطار الحروب والشروط الفنية في العملية التأمينية. أما من ضمن الهيئات بتاعتي جماعة الإنقاذ، تم تأسيسها في القرن الثمنتاشر في لندن عن طريق هيئة اللويدز ومكتتب التأمين، وهي لا تهدف للربح ولكن حماية مصالح المؤمنين. جماعة مكتتب اللويدز ظهرت في أوائل القرن التسعتاشر ومتعلقة فقط بالأمور الفنية في العملية التأمينية. أما الاتحاد الدولي للتأمين بيشمل 4 لجان: لجنة تأمين البضائع، ولجنة منع الخسائر، ولجنة مسؤولية الناقل، ولجنة حرية التأمين. الباب الثالث بيتكلم عن كل تفاصيل السفينة وأهمية النقل البحري. القانون المصري سنة 1980 عرف كلمة سفينة وقال لك هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية وإن لم تهدف للربح، لأن طبعا مش شرط أبدا يكون السفن معدة للأهداف الربحية. عند حضرتك أساطيل الجيوش ده عادة لا تهدف طبعا للربح، وبالتالي بنعتبر كمان كل ملحقات السفينة هي جزء من السفينة أو جزء لا يتجزأ من السفينة. النقل البحري ليه مهم؟ أنا عندي 5 أسباب. حضرتك عندك بيهتم النقل البحري بجميع الصناعات اللي هي بتكون حضرتك مهمة جدا زي صناعة البترول، وهنا بيميزوا الانخفاض الشديد في تكلفته. وطبعا عندنا معلومة من مادة النقل الدولي ان 80% من التجارة الدولية يتم نقلها بحرا، وبالتالي دي نسبة كبيرة جدا بتدي أهمية للنقل البحري. وتزداد أهمية النقل البحري في مجالات التعدين والمناجم، لأن طبعا هنا حضرتك انت بتنقل بكميات كبيرة جدا زي الفحم والفوسفات والحديد وغيره من المعادن. وطبعا دور النقل البحري كذلك في صناعة السياحة الدولية ونقل الركاب والبضائع. وكذلك النقل البحري بيتم استخدامه في المجال العسكري لما بيتم طبعا إنشاء سفن عسكرية تنقل بيها المعدات وخلافه. أنواع السفن هنا بنركز على حاجة اسمها المعايير. كل معيار حضرتك هتصنف على أساسه السفن نفسها. يعني لو قالك في الامتحان حسب المادة المصنوعة، أنا عندي والله سفن مصنوعة من الخشب وسفن مصنوعة من المعدن وسفن مصنوعة من الخشب ومن المعادن، يعني وسط بين الاتنين. السفن الخشبية دي اللي بتتحرك بالشراع أو بقوة الرياح، أما السفن المعدنية دي بتصنع من الصلب أو أنواع معينة من الصلب، وهنا حضرتك دي بتكون جسم السفينة مهيأ لأي ظروف عادية أو غير عادية زي حالات الرياح بالظبط.
الغرض من استخدام السفينة، أنا عندي 7 أنواع من الأغراض. أول حاجة سفن الصيد، تاني حاجة سفن نقل الركاب،